إحساس بالجوع خصوصا بالليل قبل ما تقوم تاكل، اسأل نفسك هو أنا جعان حقيقي ولا أنا زهقان وحاسس بالملل؟ عاوز تعرف إزاي تفرق بينهم؟ تابع معايا لنهاية الفيديو. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. الجوع الحقيقي بيحصل بالتدريج وبتحس بيه في منطقة البطن، زي ما بيقولوا بطنك بتصوصو وبتكون عاوز تاكل أي حاجة عشان تسد جوعك، ولما بتاكل بتحس بالشبع. أما الجوع العاطفي يعني إن أنت عايز تاكل عشان بس تغير مودك، بتحس بيه في منطقة الصدر أو الفم أو المخ، وبتكون عاوز تاكل أكلات معينة بتحبها عشان تستمتع، والإحساس ده بيجي فجأة في لحظة، بيجي في بالك أنا عاوز آكل كذا معمول بالطريقة الكذا، ولما بتاكل ما بتحسش بالشبع وما بتعرفش توقف لغاية ما بطنك بتوجعك، وبعد كده بعد ما تاكل غالبا بتحس بالذنب. فلو اتأكدت انك مش جعان جوع حقيقي، يبقى لازم تقوم تشغل نفسك بحاجة بتحبها، تقرأ كتاب أو تخرج أو تكلم حد حتى في التليفون، هتلاقي الإحساس ده اختفى. أما لو انت جعان بجد فلازم تعرف سكيل الجوع. السكيل ده من 1 ل10، من 1 ل2 بتكون وصلت لجوع شديد وصداع وعدم تركيز وما عندكش طاقة، ومن 7 ل10 بتبتدي تاكل زيادة عن حاجتك، بتحس بالشبع بس عادي لو زودت شوية، وبعد كده بتبتدي بطنك تنتفخ وتوجعك لغاية ما تقدرش حتى تتنفس، وبعدها غالبا بتحس بالقيء. فالمفروض اننا نكون دايما في السكيل من 3 ل6، لا نجوع جدا فلما ناكل كل اللي قدامنا، ولا اننا نوصل اننا اكلنا لغاية ما احنا مش قادرين نتنفس من كتر الاكل. ناكل في بداية الجوع ونوقف في بداية الشبع. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم اي اسئلة اكتبولي في التعليقات.